انا هخليك تتكلم انجليزي. عايز تتكلم انجليزي؟ لو انا طلعت لك في الفيديو ده يبقى انت كده عاوز تتكلم انجليزي، وهخليك تتكلم انجليزي. ركز معايا كده، مفيش اسهل من كده. لما تيجي تقول انا كنت بلعب، انا كنت باكل، انا كنت، انت كنت فين؟ ده انا كنت هناك، ده انا كنت بلعب، كنت رايح، كنت. كلمة بقى كنت بمنتهى البساطة كده، انا I was مثلا كنت باكل I was eat غلط eating. خلي بالك I was eating كنت ايه؟ باكل. وما تقولش eat بس eating. طب واحد يقول انا كنت بلعب، I was play غلط I was playing. شوف السهولة، شوف البساطة. I was وتقوم حاطط الفيرب اللي انت بتتكلم عنه بس حط له ing. I was eating كنت باكل. I was playing كنت بلعب. طب مين يقول لي انا كنت بشرب مثلا؟ يبقى I was drinking. I was drinking كنت ايه؟ بشرب. واحد يقول لي واحدة تقول ده انا كنت بطبخ، I was قول cooking. I was cooking كنت بطبخ. طب واحد يقول لي ده انا كنت ذاهب للحديقة او ذاهب للمدرسة. I was going ولا going. يبقى I was والverb في ing. I was going كنت ذاهب. طب قول لي بقى انا كنت نايم، كنت نايم. I was sleeping. وهكذا، مفيش اسهل من كده. لما تيجي تقول انا كنت كذا، I was واللي انت كنت بشتري I was buying, I was having, I was cooking, I was drinking. Whatever you wanna say in English. English is easy. تمام. ازود حته صغيره بس معلش. لما اجي اقول بقى انا ما كنتش باكل، ما كنتش نايم، هتحط بس هنا اهو، هنا اهو كده اهو، بعد was تقوم حاطط not. I was not cooking, I was not going, I was not sleeping. لما تحط نط يبقى انت بتنفي اللي انت بتقوله. اوكي، الموضوع سهل وبسيط. واللغة الانجليزية لغة سهلة وبسيطة، مش محتاجة تعقيد. مش هنقعد نعقد في الموضوع. الموضوع سهل. مش هقعد اقول لك بقى ده ماضي مستمر مفيش الكلام ده. I was انا كنت وقوم حاطط الحاجة اللي انت بتتكلم عنها. اوكي. I was cooking, I was doing, I was playing, whatever you wanna say. English is easy. بجد الانجليزي سهل ومش محتاج تعقيد. اوكي. دي كانت الحلقة رقم 28 من كورس هخليك تتكلم انجليزي في شهر. اللي ما اتفرجش على الحلقات السابقة يا ريت يروح يتفرج عليها كلها. احنا دلوقتي وصلنا لحلقة 28 وقربنا على نهاية الكورس اللي هو انجليزي في شهر المستوى الاول. وان شاء الله يكون كورس جدا مفيد على الكل وتستفيدوا منه. وما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو عشان الفايدة تعود على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.